يعني كان ممكن يستغل موهبته بشكل اكبر، ان هو يركز. مشي من الزمالك كتير، يمكن الفترات اللي مشي فيها كان بس ما الزمالك زال اسطوره محتاجه. للجماهير. يعني مش انا الحته ديت، هو اسطوره للزملكاويه طبعا. آه. طبعا الحته دي يعني حته عاطفيه شويه، انت ممكن تكون بتحب حد بدون اسباب. شيكابالا من جمهور الزمالك هو عشق بدون هدف. خلينا نتفق ان هو هو لاعب اضاف طبعا مهاري كتير. وعنده مهارات بصراحه يعني تؤهله ان هو من افضل اللعيبه المهاريه اللي جت في تاريخ مصر، ده وجهه من نظري. المهاريه طبعا طبعا آه. طبعا. شيكابالا معشوق جمهور نادي الزمالك، وموهبته انا جيت قلت لك يعني تم اختزالها في فترات قليله يعني. نشوف الصوره الثالثه. معالي المستشار مرتضى منصور. بص انا برضو هرجع اقول لك، انا ما اتعاملت معاه على المستوى الشخصي، انا ما شفتش منه حاجه بما يرضي الله يعني. انا ما اتعاملت معاه على المستوى الشخصي هو، لكن اللي كان بيظهر بره حاجات كتير قوي. انت قلت في الحلقه انت كنت مقلق منه وانت من شويه ان انت ايوه، كنت رايح. ما اضمنش رد فعله حقيقي. وبتقول سمحت بس ما كانش حقيقي بالظبط. وعملت فيديو وكده. طبعا انا كنت مقلق. انا اقول لك بصراحه، انا ما اضمنش رد فعله، ما اعرفش ايه اللي ممكن يعمله. بس انا لما اتعاملت معاه وشفته، وحتى في المؤتمر ده كمان وكده، على فكره في بعد المؤتمر انا قعدت مع المستشار مرتضى منصور تقريبا بعد المؤتمر الراجل مشكورا يعني قعد يتكلم معايا اكتر من 5 ساعات، بس ما تعرضش الكلام دوت، وبدا يشرح الموضوع. هو على المستوى الشخصي قدام الكاميرا حاجه، انا بقول لك منتهى الصراحه يعني، وبره الكاميرا حاجه تانية خالص. انا باحتكاكي بيه ما شفتش منه حاجه، وانا مش كنت قريب قوي منه، لكن انا حضرته يعني على مدار 4 سنين. غيرت وجهه نظرك لما قعدت معاه بعديها؟ انا حسيت من جواه ان هو عكس اللي بيظهر الناس. انا بقول لك بامانه يعني هو على الكاميرا الموضوع بيبقى صعب جدا، لكن هو لا، لما بتقعد تتكلم معاه تحس ان انت بتتكلم مع والدك، تحس ان هو جواه هو جواه طيب، بس المنظر اللي بيطلع صعب جدا. بس شوف الصوره الثالثه. امام عاشور الصفقه الحزينه من اللعيبه اللي انا زعلت عليها قوي انها مشت من نادي الزمالك. لعيب من احرف لعيبه مصر، وبرضه مش اضافه للاهلي. ايه، اضافه للاهلي جدا جدا يعني. خد 20 جدا يعني، لعيب صغير في السن، لعيب قوي ومهاري، وعنده يعني عنده كوره حلوه. انا بحس بصراحه ان هو لعيب من مواصفات اوروبيه، عنده رؤيه حلوه قوي، يقدر يوصل الكوره لحد اللاعب. من الحاجات المساوئ برضه ان انا حزين لان المستشار مرتضى منصور. الزمالك كانت غلطه مين؟ المستشار انا لسه مرتضى. عايز تقول المستشار من وجهه مرتضى نظري هو اللي اخطا في رحيل امام عاشور. اللي هو كان اخر، سيبك من سبب مشيانه، انا بتكلم حتى على طريقه رجعته. انا كنت فاكر المستشار مرتضى منصور كان قاعد كان بيتصور كده لقاء صحفي، وكان بيقول للناس ان انا خاله بيرن عليا اللي هو خال امام عاشور وانا مش هرد عليه. فالحاجات دي انا تعب. طب ليه؟ طب يا ستة المستشار ما تردش عليه، طب ما ترد عليه وحل لنا المشكله. يقول لك هو بيرد رغبه اللاعب ان هو كان عايز يرجع للزمالك، عنده رغبه، وخاله عمال بيرن على الهوا على المستشار مرتضى منصور، وبيجي يقول لك انا مش هرن. كنت انا نفسي ساعتها صوتي يوصل له واقول له طب انت ليه بتعمل كده؟ طب ما تكلمه. يجي يقول لك لا، اللي عايز يجي ببلاش يجي. انت ملتمس العذر لامام عاشور. طبعا ملتمس العذر. طبعا. شوف الصوره اللي بعدها. كهربا لعيب برضو عالي جدا، برضو مش هديه زي ما المستشار مرتضى منصور قال. الاثنين اللي فاتوا دول مش هديه، لا كهربا هديه يعني هديه من معنى اخر يعني. امام عاشور افضل من كهربا كافاده للنادي الاهلي في الفتره الاخيره. الاثنين كل واحد فيهم افاد النادي الاهلي بطريقته. كهربا من هدافين النادي الاهلي، وعمل اضافه كبيره جدا، ورجع المنتخب مصر. وامام نفس الفكره. المستشار مرتضى منصور لما كان بيتكلم على انه دي هديتي ليك يا خطيب، كان مفترض ان هو على اساس ان هي صفقه تعبانه او ان هو مش هيضيفه. لا، انا شايفه ان هم اضافوا الاهلي كتير، والزمالك كان بحاجه كبيره جدا ليهم بصراحه. فهو لعيب طبعا كبير.